جوراسيك بارك، افتر ريفرس او وورلد ريفرس او مش فاكر ايه ريفرس، حاجه ريفرس يعني. بس هو ما كانش يعني عادة ولادة المفروض يعني، بس هو كان اجهاض. هوليوود معاها فلوس كتير فشخ لدرجة انها بتجيب الافلام القديمة وتبوظ ميتين ابوها عشان ما تكسبش اي جنيه. فيلم القديم كان جامد فشخ، كان فيلم في وقته، كان سابق عصره بزيادة قوي. فيلم كان فيه شخصيات قوية وحقيقية وشخصيات بتفكر بعقل. السي جي اي كان سابق عصره واحسن من افلام كتير موجودة دلوقتي في السوق في 2025، والسي جي اي بتاعها زي الزفت. الفيلم القديم من اكتر الافلام اللي برجع لها اشوفها كتير. الفيلم ده كان جامد، وفيلم غير نظرتي للسينما في وقت ما، بس بوظه. الفيلم ده قصة ضعيفة جدا، ملهاش قاعد بقالي ساعة إلا ربع مستني الفيلم يبدأ. الفيلم مبدأش، ولما بدأ انتهى نهاية غريبة جدا وغبية جدا وكرنج جدا. الفيلم كان بيكرنج في كل دقيقة، وكل سنة بتفرج عليه. شخصيات كتير ملهاش ملامح ومش فاهم وجودها لازمته ايه. وانا كمشاهد ما كنتش قادر اكمل الفيلم بصراحة من كتر الكرنج. الحاجة الوحيدة اللي كانت مصبراني هي سكارلت جوهانسون بصراحة، بنت زي القمر، ويا بخت اللي مصاحبها ومش متجوزها. هبتدي ألخص الفيلم بسرعة عشان نخش في الموضوع على طول. الفيلم بيبدأ بالقمر سكارلت جوهانسون واقفة رابطة شعرها، بتلعب دور مرتزقة، وبيتم تجنيدها من واحد شكله شمال يعني. المفروض مهمتها إنها تدخل جزيرة الديناصورات السرية اللي موجودة في الحجر الصحي، عشان تجيب كذا عينة دي ان ايه من كذا حاجة، عشان تخترع دواء جديد بيعالج أمراض القلب. معاهم في المهمة دي راجل عالم ديناصورات عمره ما شاف ديناصور في حياته. هو تقريبا هو حضر الماجستير اللي خده ده تقريبا من على اليوتيوب، وبيأجروا مركب كده من واحد مش عارف مين ده أساسا، وبيكملوا كل حاجة تمام لحد ما هم ماشيين في نص البحر. فجأة بيلاقي واحد وولاده بيقضوا أجازتهم في نص البحر عند جزيرة مليانة ديناصورات ومهجورة. أنا مش فاهم، مش عارف ايه اللي دخلهم مكان زي ده، ما تفهمش. ازاي عدوا من غير ما حد يشوفهم برضه ما تفهمش. ايه الأب اللي ياخد عياله المكان زي ده من غير سبب واضح، برضه ما تفهمش. انت بص، تتكلم كتير وبلاش تفكر وتتفرج وانت ساكت. كفاية انك جاي تتفرج على سكارلت جوهانسون الجامدة. المهم بينقذوهم، بعد كده بيمشوا بعد كده بيتهاجموا تاني، بيغرقوا المركب يعني ويغرقوه. مش عارف ازاي غرقوا الديناصور المائي، بس هما غرقوا المركب يعني. طبعا العيلة الروشة موت اللي كانت بتتفسح في الأدغال وقعوا من على المركب ومبقاش حد لاقيهم، وتاهوا في وسط ال- الدنيا. بس سكارليت جوهانسون الجامدة موت مش هتستسلم، وهتقف تكمل المهمة، وهتجيب باقي عينات الدي ان ايه، وهتستنى الهليكوبتر اللي جاي تاخدهم كمان 24 ساعة. تيجي تسأل سؤال غبي عشان انت غبي. طب ما عندهم كوبتر، ايه اللي يخليهم يروحوا في المية عايمين؟ انت بتسأل. سكارلت جونسون كان نفسها تصيف. بينزلوا فين بقى؟ بينزلوا الجزيرة اللي حصل فيها التحويل اللي كان في أول الفيلم، لما الدكتور نسي ورمى سنيكرز على الأرض. تمام يعني، ليه سنيكرز؟ يعني هو ده إعلان؟ طيب أنا مش عارف ليه ياكل سنيكرز وهو في الحجر الصحي، وإزاي يرمي ورقة تفجر الدنيا دي كلها. دي حاجة تانية كده برضو هرجع لها. بس المهم هما نزلوا من الجزيرة اللي مليانة ديناصورات، اللي شكلها طبيعي جدا على فكرة، ومش مفيش أي مسخ فيهم أو شكل ديناصور شكله غريب. بس أوكي، ما تسألش، متشغلش بالك، المهم تتفرج وأنت ساكت. المهم بياخدوا العينة وبيتقابلوا في المعمل اللي هو المفروض مهجور بقاله بتاع 20 سنة، وبيفضل شغال كأنه امبارح. بس قولي ليه بقى، قولي ليه. ما تشغلش بالك، مش يعني مش لازم مش لازم يكون في سبب مقنع. بعدها بيظهر ديناصور كده شكله غريب فشخ، وبياخد راجل نصاب، وراجل صاحب المركب اللي مش عارف جايبينه منين بيضحي بنفسه عشان الكل يهرب. في بلوت تويست هنا، هو ما ضحاش بنفسه، في الاخر هيطلع عايش. ما تفكرش تسأل. وبعد كده برضو بيهربوا، يعني بيهربوا كلهم ما عدا الراجل الوحش، اللي هو الوحش. بعد ما بتتفرج بتقول ده انا ضربت المشوار ده كله ما كنت قعدت في البيت لعبت جيمين ليج، او اتفرجت عليه من ملخص على اليوتيوب، ارحم والله. وكمان كان في كام قصة جانبية اتفتحت كده فجأة اتقفلت، ومبقاش حد يعرف عنهم حاجة، زي قصة الكوبتر القديمة، وماضي المرتزقة اللي هو اللي محدش يعرف عنه حاجة، والآثار القديمة. متفهمش الفيلم ده جه منين بصراحة. كان تحس في 5 شباب كده قاعدين على القهوة
واول فكره جت في دماغهم عملوها. واحد هيجي يقول لي يا عم ده فيلم جوراسيك ما تعملش فيها فيلسوف، الفيلم المفروض يبقى هو الطبيعي بتاعه كده. بس قلت على الاقل القصه يكون فيها شويه منطق. الفيلم احداثه ماشيه على الصدف. يعني مثلا ان المرتزقه والعيله التانية يوصلوا لنفس المكان في نفس اللحظه. ان كل الاحداث بدات بكيس سنيكرز اترمى في فتحه التكييف ولا فتحه التهويه، متفهمش. الشخصيات كتير بتغير نواها من غير اي تفسير. والعيله الكرنج دي، انا في لحظه في الفيلم انا كنت بتفرج كان نفسي الديناصور يبلعهم كلهم. وانا بتفرج قلت هينجموا بقى الراجل بتاع العلم ده ويخلوه هو البوب والبريمو على كله بتاع، بس لقيتهم بينجموا سكارلت جونز. بصراحة حقهم، هي جامدة أوي يعني. بس انت ما تفهمش بصراحة شخصيتها، هي قاتلة بس وبتعمل كده مجرد الفلوس، ولا هي شخصية عندها ماضي غريب وقديم غريب وخلاها كذا حاجة في نفس الوقت لحد ما طلعت شخصية مش مفهومة. الراجل صاحب المركب، ازاي ممثل زي مارشال علي تبوظه كده؟ الراجل ده لو كان اترماله سكريبت حلو، الراجل ده كان تحسه نفس شخصية سكارلت ونفس كل حاجة، تحسه كان واخد أصلا مساحة المفروض تبقى ليها هي. فكرة مش صعبة خالص إنك تعمل فيلم حلو لجوراسيك بارك. فيلم جوراسيك وورلد هو الشكل للسينما اللي بقت عليه دلوقتي. كل استوديو مع قرشين عايز يلمهم تاني او يتهرب من الضرايب، يقوم عامل فيلم عرض يوم منزله. بجد والله يا جدعان الفيلم ما يستاهلش خالص، محدش يتفرج عليه. مش هقول لكم حتى استنوا لما ينزل على وي سيما، لانه ما يستاهلش. استنوا يا جدعان اتفرجوا عليه، ملخص على اليوتيوب 10 دقايق.